لولا صدقي شريرة السينما ذات الملامح الحادة. أهلا بيكم مع قصة حياة فنان وحكاية فنية جديدة. لكن قبل ما نسمع الحكاية برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. بمجرد ظهورها على الشاشة نعرف إن الفيلم ده فيه مؤامرة أو جريمة أو على الأقل دسيسة، لأنها ببساطة اتخصصت في أدوار الشر، أدت أدوار الشر ببراعة، واللي ساعدها على كده ملامح وشها الحادة، حواجبها المرفوعة باستمرار، والنظرة الشريرة من عين بالطق شرار. أحبت الفن وتحدت الجميع وخصوصا أبوها اللي كان رافض تماما اشتغال بنته بالفن مع إنه كان فنان. استمرت في التحدي ده للنهاية اللي جت باعتزالها في سن مبكرة. اسمها لولا أمين صدقي. اتولدت في 27 أكتوبر سنة 1923 من أب مصري هو الكاتب المسرحي أمين صدقي وأم إيطالية. أمها سابتها هي وأختها صفية ورجعت لبلدها إيطاليا من تاني. عاشت هي وأختها في مصر، دخلوا المدرسة الفرنساوي في القاهرة اللي هي الليسيه. أما خلصت دراستها حبت تدخل الفن، لكن ابوها رفض بشده لدرجه انه حبسها في البيت. قعدت تعيط وتقوق بقى لاختها لحد ما صفيه دي رقت لها وخدتها لريجيسير اسمه قاسم وجدي اللي شغلها في كازينو شهير، وكانت بتغني فيه بالفرنساوي وترقص بالايطالي. ايوه وليه لا، ما اتخرجت من الليسيه فرنسي وتعلمت الرقص على ايد، قصدي على وسط مدرب رقص ايطالي مشهور كان اسمه بولو باستاني، كان مقيم في مصر. ما هو يا جماعة مصر في الفترة دي كانت زي دول الخليج دلوقتي، الكل بيقصدها ويشتغل فيها، وسبحان مغير الأحوال. المهم الراجل ده علمها الرقص وبقت أشهر رقاصة في الملاهي الليلية في فترة قصيرة جدا، تغني وترقص إيطالي وفرنساوي وتردح بالبلدي. في الوقت ده كان أبوها بيمر بظروف مالية صعبة جدا، فوافق على شغلها بس تحت إشرافه ورعايته، وبدأت تمثل في المسرح وحققت نجاح كبير. سابت الكازينوهات والرقص فيها، وخصوصا إن هي كان عندها أنيميا، كان بتدوخ وتقع بسرعة يعني، واتجهت للسينما. اما اختارها المخرج احمد بدرخان تشتغل في فيلم حياة الظلام. ادت في الفيلم ده دورها بشكل مبهر، وده اللي لفت اليها الانظار وانهالت عليها العروض، وقدمت بعده 49 فيلم يعتبروا من كلاسيكيات السينما المصرية، منها مثلا فيلم عريس مراتي، حرام عليك، اسماعيل ياسين في متحف الشمع، كمان في فيلم مملكة النساء ومدرسة البنات ومنزل رقم 13 وانا الماضي. اما اشهر ادوارها فكان فيلم الاستاذة فاطمة. وفي المسرح قدمت عدد كبير من المسرحيات، منها الست عايزة كده وصاحب الجلالة. سافرت إيطاليا تزور أمها، وهناك مثلت أدوار صغيرة في بعض الأفلام الإيطالية والأمريكية. في بداية حياتها وقبل ما تدخل في المجال ده اشتغلت كموديل في بعض الإعلانات، فيها بعض الصور القديمة كده وهي ماسكة صابونة أو إزازة حاجة ساقعة بتروج لها في بعض الإعلانات. لكن زي ما دخلت السينما اختفت فجأة من عالم الفن، واختفائها ده كان سبب في انتشار كتير من الشائعات اللي بتبرر اختفائها. في اللي قال انها اتجوزت مليونير اجنبي وسافرت معاه، وفي اللي قال لا ده راجل صعيدي غني خدها عزبته في الصعيد ومنعها من التمثيل. لكن الحقيقة انها اختفت عن الشاشة بسبب الانيميا من ناحية، والسكر اللي منعها من العمل في السينما، وخصوصا بعد ما اتغيرت ملامحها شوية. فسافرت لأمها في ايطاليا في الستينات، اقامت هنا. كانت على قدر كبير من الثقافة والاطلاع، واجادت اللغات الفرنسية والانجليزية والايطالية لغة امها، ده طبعا بالإضافة للغة العربية. اتميزت بجاذبية خاصة أمام الكاميرا وكمان في الحياة، وأكبر دليل على كده عدد العرسان اللي جذبتهم واتجوزتهم. بالنسبة لحياتها الشخصية بقى تعتبر لولا صدقي واحدة من الممثلات اللي ضربوا أرقام قياسية في عدد الزيجات، فاتجوزت 9 مرات. يمكن ما حدش كسر الرقم ده إلا الفنانة تحية كاريوكي. جوزها الأولاني كان رسام مشهور اسمه محمد راغب، وهو واحد من أشهر مصممي أفيشات الأفلام في أربعينيات القرن الماضي. وبعد كده اتجوزت شاب مصري غني، وبعديه اتجوزت مصور سينمائي إيطالي اعتنق الإسلام قبل ما يتجوزها، وسمى نفسه بالمناسبة أمين هنيدي أو أمين الهنيدي، وطبعا ده اسم ممثل مشهور في مصر في فترة الستينات. وبعدين اتجوزت شاب غني جدا لكنه كان بيغير عليها وكان بيختلف معاها كتير جدا، فاتطلقت منه 3 مرات، واتجوزت الخامس كمحلل للزوج الرابع دوت. بعد كده اتجوزت السادس، وبعدين اتجوزت رسام فرنساوي قعد معاها سنة واستدعوه لفرنسا فسافر وسابها. بعد الفرنساوي ده اتجوزت واحد طلياني، وبعد كده اتجوزت مدير انتاج الشركه السينمائيه اللي اسستها قبل ما تتجوز جوزها التاسع، وكان رجل اعمال ارمني. قابلته في لبنان وسافروا سوا لروما. قعدت هناك بقى، ما حدش عارف هل اتطلقت منه ومارست هوايتها في الطلاق والجواز، ولا استقرت معاه هو ولا ايه، ما حدش عارف بالظبط، لان اخبارها انقطعت في روما لحد ما ماتت في 8 مايو سنه 2001. كان عندها ساعتها 78 سنه واتدفنت في روما.
دي كانت لمحة سريعة عن حياة الفنانة لولا صدقي، أحد نجمات الصف الثاني في السينما المصرية، قدموا إبداعاتهم على الشاشة وأمتعونا بأدوارهم المميزة. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.